جعانه جدا وباسم قدامه ولا 5 6 ساعات عمال ما يجي. ابقى زوجة صالحه واستناه ولا اعمل حاجه خفيفه اكلها؟ هعمل حاجه خفيفه اكلها. هلوز. في طاسه على النار هحط معلقه صغيره زبده، هشرح قطعه هوت دوج او نخليهم 3 ونشوحهم على النار. وعمال ما تستوي هجيب طبق صغير وهاخد صفار بيضه. طبعا حطيت البياض هنا فهنضطر نجيب طبق تاني نحط فيه الصفار. شويه مايونيز. والمفاجأة هعمل اندومي من اللي هو الحراق موت ده. هحط الاول التوابل، بعد كده الصوص. احط شويه صغيرين علشان ما يلهلبش ولا احط كله ونو ريسك نو فن؟ احط كله ونو ريسك نو فن عشان السقعه بس فكتل في بعض. كده الهوت دوج استوى، هطلعه في طبق وهعمل مع الهوت دوج بيض عيون. كله كده في طاسه واحده. ايه، مش عايزين مواعين كتير، كفايه المواعين اللي هعملها للاكل اللي باسم هياكل او اللي انا وهو هناكله، يعني هاكل تاني طبق. هوزع بس الصفار كده عشان انا مبحبوش ني قوي، عشان لما اقلبه هوبا يبقى مستوي. هطلعه في نفس الطبق اللي فيه الهوت دوج، مش عايزين مواعين كتير. بالمناسبة ده هوت كريمي تشيكن. في نفس الطاسة برضو هحط كوبايتين مية وانزل فيها النودلز. نقلب بقى الكلام الجميل ده كله في بعضه، سيبها بقى على جنب لحد ما النودلز تستوي. بعد ما النودلز تستوي انا بحبها يبقى فيها عضة سيكة، ما بحبهاش مهرية قوي. هنزل بقى بالصوص اللي احنا عملناه، سيبهم بقى ياخدوا ويدوا مع بعض كده دقيقتين، واحط عليهم شوية جبنة موتزاريلا. بعد ما الموتزاريلا ساحت نجيب طبق غويط نغرف فيه كل الكلام ده. عامة ريحتها تحفة. نحط بقى الهوت دوج وعليهم البيضايه. بوظنا البوتاجاز. بحاول انقذ الموقف ان اشرب شويه من الشوربه. يلا بقى على بره عشان ندوق. ثانيه واحده بس هاخد الفات بوم عشان اعك براحتي. نجيب بقى العظمه اللي انا عملتها دي. هبدا الاول بالشوربه. واو، تحفه. والميزه انا مش حاسه خالص بالحراره بتاعه النودلز. انا مجربه النوع ده قبل كده وكنت بعيط من الحراره مع اني حاطه الكيس كله، بس لا المره دي حلوه قوي. ندوق النودلز نفسها. يا خرابي تحفة، روعة. مستوي، طعمه خطير، تحفة تحفة تحفة. لا لهوي، فراية خطير يا ولدي خطير. اظن دي اول مرة تشوفيني مش بعيط بسبب الاندومي الكوري. فاكرة ايام الاندومي لما كنا صغيرين؟ كان عندي ساعتها تقريبا 19 سنة ودلوقتي بقيت 24 داخلة في 25. يا لهوي ده الايام بتجري يا ولاد. هقعد انا بقى اخد ودي مع الطبق وانتي القاكي في فيديو قادم. باي.